الفريقين وإضفاء احتفالية ورونق خاصة على مجريات هذه المقابلة. فرصة مهمة للزمالك المصري، إما يعود في المقابلة. هذه محاولة من صادق يا صادق يا صادق يا صادق، يسجل الهدف، يسجل مصطفى صادق دونجول. شوف 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 شوف، كان تقاطع من الحوار بين الأحمر والمغامرة من صادق. أقول كان فيها مغامرة، وكما قلت بأن غادي يحاولوا ينهيو من جهة أحمد الأحمر، وكان اللاعب صانع الألعاب أنه قوي في الممرات الخارجية، واستغلوا هذه نقطة القوة ديالو واستطاع باش فرصة المباراة ستعود للزمالك المصري على بعد. احنا نسير في سيناريو الحمامات وهيليوبوليس، وكذلك حتى سيناريو ديال الزمالك والترجي في مباراة السوبر. لو سجلت الزمالك 15 ثانية على أعصاب. شوف تشجيعات من الجمهور، فرصة لفائدة الزمالك المصري. خطيرة 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 خطيرة، ورمية جزاء لفائدة تظن الزمالك المصري في انتظار تأكيد القرار من جانب الحكم. اي 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 على السيناريو. شوف الصورة معبرة من محمد ممدوح وبقية نجوم كرة اليد المصرية. يعني انقلبت المعطيات في ثواني قليلة جدا، لكن غنشوفوا الحارس مروان مقايز هل سيتمكن من ايقاف هذا الفرصة الذهبية لفائدة فريق الزمالك المصري. في الوقت اللي كانت الترجي التونسي متفوقة في العشر دقائق الأخيرة، تمكنت الزمالك انها ترجع في النتيجه، وفي اخر الثواني انها تحصل على ضربه جزاء، وبالتالي غادي ربما غتختطف هذا اللقب هذا من عند الترجي التونسي. ولكن واش مروان مقايز غيقول الكلمه ديالو ونلتجئوا للاشواط الاضافيه؟ هذا السؤال المطروح. احمد الاحمر الفتى الذهبي لمصر وللزمالك المصري، فرصه لتسجيل الهدف امام الحارس مروان مقايز. السؤال المطروح: هل سيمنح الفريق المصري الزمالك المصري لقب الدورة 32 من البطولة الافريقية ديال الفائزة بالكاس هنا بمدينة العيون؟ شوف الصورة، حتى اللاعبين ديال الزمالك الآن يعني ما كيشوفوش عملية ديال التنفيذ اللي غتكون من جانب أحمد الأحمر. شوف الصورة، أحمد الأحمر جول واللقب للزمالك. هانئا للزمالك المصري، واحد موفق للترجي الرياضي التونسي. بالفعل في مباراة كان متوقع أنها تشهد ندية مثيرة جدا بين فريقين كبيرين عملاقين. الأمر يتعلق بالزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي، والفرحة كبيرة من أيمن صلاح بعد تحقيق أكيد فريقه لقب الدورة 32 من البطولة الافريقية ديال الفائزة بالكاس هنا بالعيون، وبذلك تعويض خسارة السوبر امام الترجي الرياضي التونسي. صراحة برافو الزمالك المصري، برافو الترجي الرياضي التونسي. هنيئا لنا بالزمالك المصري وهنيئا لنا بالترجي الرياضي التونسي. اكيد جوج ديال الفرق كبيرة على الصعيد العربي والافريقي وكذلك حتى العالمي. سي خالد، بهذا السيناريو وبهذا التشويق وبهذا الفرجة وبهذا الحضور وبهذا التنظيم الكبير، علينا ان نفتخر بنجاح هذه الدورة. اكيد خصنا نفتخروا بها، لان